السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة طبخ وحلويات أم ليا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله رايحين نشوفوا تحلية بالشوكولا والموز بنينة بزاف. البنات لازم تجربوها، هذه صدقوني راها ناجحة 100% وراها سهلة. دوك تشوفوا يعني مقاديرها ماشي معقدة ولا سهلة بالخف توجد معكم، والأهم أنها تجي بنينة بزاف. هكا توالم للسهرات الرمضانية ان شاء الله لا كتب ربي، وكذلك يعني هكا كذلك للضيوف. ولا شوفوا يعني الشكل تاعها راه راقي، راه بريزونطابل، والمذاق تاعها راه شباب بزاف. شوفوا البنات راني قسمت معاكم، شوفوا الكريمه يعني تجي هكا متماسكه. رايحه نديروها بالفلون ان شاء الله، تجي بنينه بزاف البنات. والله صدقوني يعني النتيجه تاعها شابه بزاف. ان شاء الله تنجحوا فيها، راها سهله حتى المبتدئات يقدروا انهم يديروها. والاهم كما قلت لكم يعني راها بنينه بزاف. هذا هو القوام تاعها البنات، وتجي كيما شفتوا راها محشيه بالموز، والشكل تاعها راه راقي كيما شفتوا وكيما راه موضح في لا فيديو. بلا ما نطول عليكم البنات، نمروا الان لطريقه التحضير وفي نفس الوقت يعني نتذكروا المكونات. هنا البنات كان عندي شويه نتاع بسكوي طحنته. نتوما استعملوا اي مارك تاع بسكوي طحنوه. كما شفتوا يعني الكميه ما راش محدده على حسب السارسو، يعني نديركم تخدموا به ولا الشكل اللي رايحين تخدموا به. كما شفتوا المهم عندي كميه نتاع بسكوي مطحون مع شويه تاع كاوكاو مطحون، شويه بسكوي مع كاوكاو يكونوا مطحونين بهذا الشكل. ضفت مغرف كبيره تاع كاكاو بني، وهنا كذلك درت كميه نتاع زبده كما راكم تشوفوا، وخلطت كامل المكونات مع بعض. هنا نستعمل يدي احسن باش نعرف بهذا الشكل. يعني قلنا كميه نتاع بسكوي مع شويه نتاع كاوكاو، تقدروا ديروه تقدروا تستغناو عليه لكن عطى مذاق شباب. وكذلك مغرف كبيره نتاع كاكاو بني غربلته كما شفتوا، وضفت له كميه من الزبده. يعني كي تشكلوا هكاك بيديكم البنات يعني تجمع معكم ومن بعد يتفتت هنا يعني راه مبسس. ونجيبوا السارسو تاعنا كما شفتوا، كنت درت له من تحت الالومنيوم، وكذلك درت تحته هكاك يعني بلاص غير، ويعني باش يساعدني بعد كي ندخله للثلاجه. وكما شفتوا هكا راني نسقمه مليح ونرصي هكاك يعني بالظهر تاع الملعقه بهذا الشكل. وانتم كما قلت لكم يعني استعملوا اي سارسو، يعني تفضلوا على شكل قلب، على شكل مربع يعني، والحجم اللي تبغيوه. على بها قلت لكم الكميه تاع البسكوي يعني على حسب السارسو. المهم البنات هنا جبت حبه تاع بنان لكن ما كفاتنيش، يعني درت 2 حبات يعني نحشي بها يعني كامل يعني الوجه، ولا نغطي بها كامل الوجه نتاع هذاك لو بسكوي اللي درناه كقاعده. كما شفتوا البنات يعني كما قلت لكم انا حبه ما قدتنيش، يعني زدت حبه ثانيه. وهنا البنات نمروا نحضروا الكريمه. عندي هنا نصف لتر نتاع الحليب، ضفت له مغرف كبيره نتاع سكر عادي، ورايحه نضيف مغرف كبيره تاع مايزينا او نشاء الذره. وعندي كذلك ساشي نتاع فلو نواره تاع 50 غرام ذوق الشوكولا. نضيفوا كامل المكونات على ضربه ونديروهم على النار. وهنا البنات ضفت كميه من الشوكولا، واحد 100 غرام ولا 80 غرام تاع الشوكولا، ولا تقدروا ديروا حتى 50 غرام. تقدروا كذلك تستغناو عليها. درت انا الشوكولا بالحليب. البنات انا هنايا كنت نسيت مغرف كبيره نتاع كاكاو، مغرف كبيره تاع كاكاو ضيفوها البنات. انا حتى درتها على النار وتفكرت ومن بعد رجعت درتها. دوك تشوفوا معايا. قلنا نص يطرو تاع الحليب، مغرف كبيره نتاع سكر مع مغرف كبيره نتاع مايزينا او نشاء الذره. درنا 80 غرام تقريبا هكاك نتاع الشوكولا ولا 50 غرام شوكولا بالحليب. وكذلك ضفت كذلك 50 غرام تاع الفلون بذوق الشوكولا كما شفتوه، ومغرف كبيره نتاع الكاكاو كما شفتوا. راني ضفتها دروك لانه كنت نسيتها البنات من قبل، معليش البنات. دوك نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. وديروها البنات هكا على النار وتحركوا يعني في الاول هكاك يندمجوا العناصر مع بعض. والبنات هنا ما تستناوهاش تتعقد، يعني رايحه تغلي يعني كما الفلون. خلاص البنات كي تغلي معكم طفوا عليها وفرغوها وهي سخونه، فرغوها فوق هذاك الموز هكاك ودخلوها للفريجيدر. لكن قبل ما تدخلوها للفريجيدر البنات خليوها ترتاح شويه حتى يتماسك مليح، عاد دخلوه للفريجيدر خليوه واحد 3 سوايع ولا يبرد مليح عاد وقدموها بهذا الشكل كما شفتوا. زينتها بالكاكاو البني كما شفتوا، ودرت هنايا قطع نتاع الفراوله ودرت لهم لافايدور يعني، وكنت قطعت يعني هاد التحليه هكا دي مغصو على شكل مثلثات. وهذا هو الشكل تاع التحليه تاعنا من الداخل. الطبقه تاع لو بسكوي من التحت مع الطبقه نتاع هذاك البنان مع الطبقه نتاع الكريمه جات متماسكه كما شفتوا، والذوق نتاعها راه بنين بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. راها سهله كما شفتوا، ما راش يعني مقاديرها ما راش مكلفه، فقط البنان يعني ما تحتاجوش كميه كبيره، قادرين ديروا اي حبه تكفيكم.
المهم البنات هذا هو الشكل تاعها من الداخل. راح نزيد كذلك نقسم معاكم باش يعني باش تتوضح معاكم اكثر، باش تشوفوا القوام نتاع يعني نتاع هذاك الفلون كيفاش جا الكريمه، يعني جا متماسك، يعني راه فيه كميه مليحه تاع الفلون. وكذلك البنات هذيك الشوكولا اللي ضفناها عطاتها مذاق شباب بزاف، كما قلت لكم تقدروا تستغناو عليها، لكن البنات يعني اكيد رايحه تعطيكم مذاق شباب، ماذا بكم ديروها، رايحه يعني التحليه تاعكم تجيكم بنينه بزاف. كما تعرفوا لوغو تاع الشوكولا مع البنان يتمشى بزاف، يعني الذوقين هادو يعني يتمشوا بزاف مع بعض. هذه هي التحليه تاعنا لنهار اليوم البنات، ان شاء الله تكون عجبتكم. وصلنا الى نهايه الفيديو، الى اللقاء، مع السلامه.